بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زرت جامعة جواد الراشد الأكاديمية، وهي حقيقة من أفضل ما رأيت من الجهد والنشاط والأثر والنفع، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح في أصحابه البركة وفي أهله البركة. ما رأيناه يدل على إن شاء الله جهد مبارك، وأسأل الله أن ينفع بالجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جامعة جواد الراشد الأكاديمية تم تأسيسها في جنوب الفلبين عام 2017 ميلاديا. أنا أحد الطلاب في هذه الجامعة، خريج من قسم تحفيظ القرآن الكريم في جامعة جواد الراشد الأكاديمية. الحمد لله الذي من علينا جامعتنا العامرة المرموقة، نفتخر ونعتز بها، وهي التي أسست لنشر العلوم الشرعية وتقوية الدعوة الإسلامية وتعليم أبناء المسلمين بدين الحق، ومحو الإنارة المنشورة في كل ناحية من نواحي الحياة. وهذه الجامعة هي من منابع النور الذي هو مصباح في الظلمات، وبهذا نشكر الله على نعمته العظيمة، ونسأل الله لها الرعاية والحماية من كل سوء. ونبينا صلى الله عليه وسلم لقد صدق حين يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولذا أتقدم بكل فخر وشكر وامتنان لأجدي خالص التقدير والعرفان لدكتور جواد الراشد مؤسس الجامعة، حفظه الله تعالى، على تقديم رعاية الدائمة والعطاء المستمر والدعم المتواصل. وأقوم بجزيل الشكر والعرفان لرئيس الجامعة الشيخ، فهم أهل المنزلة الرفيعة، إنهم ورثة الأنبياء وأخشى العباد، جعل الله من ميزان حسناتهم يوم القيامة ما قاموا به من أجلنا وأجل الناس. ولذا اليوم كنت واقفا أمامكم حاملا مشاعر الفخر والاعتزاز، وهذا اليوم يوم السعادة والفرحة والبهجة والبصيرة التي تملأ صدري، وأن قلبي مملوء بنور العلم. وهذا اليوم يوم حصادي من تعبي وجهدي واجتهادي في كل السنوات العديدة السالفة. قمر الدين حمود دغندر حماه الله ورعاه في الدارين على ثمرة جهوده النافعة بالنهضة إلى عملية التعليمية الجامعية وحفاظته المستمرة لأبناء هذه الجامعة الطيبة. وأشكر أعضاء إدارة الجامعة الأعزاء الذين يقومون بدورهم بكل إخلاص ونشاط، وكما أشكر أعضاء هيئة التدريس المجدين في عملهم. الحب والاحترام والتقدير مكانتهم في القلوب. وأخص بالذكر مدير الجامعة الشيخ الدكتور محمد عطاء إبراهيم عبد الكريم. ولذا أود أن أشكر وأقدم من ساهم في نجاحي وارتقائي، ومن كان له دور في تخرجي من هذه الجامعة، حتى وإن كان صغيرا فإن صغيرا يبقى كبيرا في نظر من استفاد منه. وأخيرا نسأل الله التوفيق والمزيد من العلم وحسن الخاتمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحظى جامعة جواد الراشد الأكاديمية بمكانة عالية بين قريناتها من الجامعات الفلبينية منذ تأسيسها عام 2017 ميلادية، تلبية لحاجة مجتمعها في النجف الأشرف. وقد أبدت الجامعة خلال هذه السنوات التزامها بالعمل المخلص لخدمة أبناء مجتمعها. كثيرا ما أذكر طلبة هذه الجامعة الأعزاء أن الجامعة بيئة مخصصة لتعلمهم، يتعرفون فيها على أقرانهم ويحصلون فيها نتاج أفكارهم، وهي حيز ينمون فيه كأشخاص وتوجهات مرموقة تصل بهم إلى أعلى المراتب. كما وتحرص الجامعة على توفير هذه الاحتياجات من خلال التأكد من سلامتهم ومراقبة جودة تعليمهم، حيث أنها لا تألو جهدا في تبني وحماية هؤلاء الطلبة طالما كانوا في حرمها. أعدكم نيابة عني وعن جميع طلبة هذه الجامعة بكل منتسبيها بأننا سنكون سندا وعونا لها في تحقيق أهدافها وأحلامها طالما كنا تحت رعايتها. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
وبعد التخرج نشكر الجامعة التي احتضنتنا وأنارت بصيرتنا وفتحت لنا الطريق إلى المستقبل. نشكر جامعتنا على دعمها المستمر لتطوير طلابها بعد التخرج، وأنا فخور بأن أكون أحد خريجها. نشكر أعضاء هيئة التدريس فيها الذين منحوا لنا بعد الله الفضل في تعليمنا. كنتم سببا في تنوير أذهان أبنائكم، لولاكم لم نكن لنحقق أحلامنا. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فاللغة العربية لغة القرآن الكريم الذي نزل بها، ولهذا فتعلمها لازم على المسلمين من غير العرب حتى يتعرفوا على تراثهم الإسلامي ودينه. المعهد يسعى إلى تحقيق الجودة والتميز في تعليم اللغة العربية قراءة وكتابة وفهما ونطقا. فتعلم اللغة العربية هو أول محطة يحط بها طالب العلم في رحاله في مجال العلم والمعرفة. فتح المعهد بالجامعة قبل 3 سنوات بعدد قليل من الطلبة. اليوم ولله الحمد يبلغ عدد الطلبة 100 طالب، والمعهد يستقبل الطلاب الجدد كل فصل، ويقوم بتصنيف الطلاب حسب مستواهم اللغوي، ثم يتم توزيعهم إلى المستويات التي تناسبهم. مدة الدراسة بالمعهد 2 سنين في مستوياته ال4، كل مستوى يمثل فصلا دراسيا، ويتمرن الطالب اللغة العربية في المستوى الأول والثاني، وعندما ينتقل إلى المستوى الثالث والرابع قد أتقن كثيرا في اللغة العربية. ومن شروط المعهد قبل أن يتخرج الطالب حفظ متن آدب والنية. وأخيرا نشكر الله سبحانه وتعالى ثم الدكتور جواد الراشد على رعايته وإعانته لإخوانه المسلمين في الفلبين عامة ولجامعته خاصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعد الجامعة من الجامعات الحديثة التي تخدم أبناء بنسمورو، وتعتبر من أفضل الجامعات حيث تقدم العديد من الخدمات التعليمية، فلا تقتصر على استراتيجيات التدريس التقليدية، بل وفرت الجامعة كثيرا من الوسائل التعليمية الحديثة، وذلك لمواكبة التطورات العلمية. بالإضافة إلى تسهيل الدراسة، تمنح الجامعة سكنا ورسوما مجانيا لجميع مراحلها التعليمية للذين يرغبون في مواصلة دراستهم في مجال التعليم. والجامعة عازمة على تطوير وتحديث مناهجها التعليمية وأنشطتها التربوية، وتوفير بيئة للتقدم الأكاديمي في مختلف مجالات العلم والمعرفة. تضم الجامعة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والبكالوريوس والدبلوم والماجستير والدبلوم اللغوي وتحفيظ القرآن الكريم. شهدنا كيف نمت الجامعة نموا سريعا. تعالوا إلى الجامعة وأتمنوا طموحكم بجامعتنا. الجامعة وأهلها تشكر الدكتور جواد الراشد حفظه الله على جهوده المخلصة وعمله الدؤوب لتحقيق رؤيتنا الشاملة. تابعونا في صفحتنا عبر الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.